السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي اللي انتم مسمين نفسكم دفعة التجربة، بل بالعكس ده انتوا دفعة الأبطال، لأن انتوا منهج جديد وما شاء الله الحمد لله السنين اللي فاتت كلها حققتوا نجاحات كبيرة. طيب إن شاء الله هنبدأ السنة دي منهج تاني إعدادي لمادة الدراسات، بس هناخدها كأنها رحلة مع بعضينا، هناخدها كأنها مادة هنتعلم منها، مش حاجة إن احنا نحفظ ونحل وخلاص، لا احنا عايزين نتمتع بمادة الدراسات ونفهم مادة الدراسات ونقفل مادة الدراسات. السنة اللي فاتت منهجنا كان بيتكلم عن قارتنا هي قارة أفريقيا، واتكلمنا كل حاجة عن قارة أفريقيا، تضاريس أفريقيا وسكان أفريقيا والكشوفات الجغرافية والأقاليم النباتية والمناخية، اتكلمنا عن السكان وخصائص السكان، اتكلمنا عن كل شيء في أفريقيا. السنة دي بقى هنتكلم عن قارتين، قارة آسيا زائد قارة أوروبا، وهنسمي الاتنين، هناخد حرفين من هنا، روسيا، أوراسيا. أوراسيا معناها آسيا زائد قارة أوروبا. طب ليه يا مستر هتشرح القارتين دول السنة دي؟ هقول لك لأن السنة اللي فاتت احنا خدنا قارة أفريقيا في أولى إعدادي. طيب قارة أفريقيا من ضمن قارات العالم القديمة. طب احنا عندنا كم قارة قديمة؟ شاطر، 3، آسيا، أفريقيا، أوروبا. فخدنا المرة اللي فاتت أفريقيا، النهاردة هناخد آسيا بإذن الله في تانية إعدادي، وهناخد قارة أوروبا وهنسميها أوراسيا، يعني آسيا زائد أوروبا على بعض، دول القارتين. هندرس كل حاجة بالتفصيل عن قارة آسيا وقارة أوروبا. طيب في سؤال، ليه يا مستر حطيت لي قارة أوروبا مع آسيا؟ ليه ما شرحتليش آسيا بس؟ ده سؤال هيجي لنا بما تفسر. أقول له لأن أوروبا امتداد طبيعي لقارة آسيا من الغرب. يعني إيه من الغرب؟ يعني لازم أبقى حافظ الاتجاهات، لازم شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال، جنوب، شرق، غرب. ادي قارة آسيا، واقوم عامل كده واقول لك ده اتجاه الغرب، فلما مشيت في الغرب لقيت قارة أوروبا، يبقى قارة أوروبا بتكمل قارة آسيا. فعشان كده قلنا لأن أوروبا امتداد طبيعي لقارة آسيا من اتجاه الغرب، يبقى لأن أوروبا امتداد طبيعي لآسيا من الغرب. عشان كده هندرس القارتين مع بعض. طيب نتكلم عن قارة آسيا، الرئيس الكبير بتاعنا، أكبر قارة في العالم، هي رقم 1 في المساحة. طيب القارة اللي احنا هندرسها تاني هي قارة أوروبا، قارة صغنطوطة، هي رقم 6 في العالم من حيث المساحة. ايه ده؟ هو احنا أصلا عندنا كم قارة في العالم؟ احنا عندنا 7 قارات، آسيا، أفريقيا، أوروبا، آسيا، أفريقيا، أوروبا، 3 على بعض قارات العالم القديمة، لأن الإنسان سكن فيها من آلاف السنين. أول ما ربنا خلق الإنسان نزل على ال3 قارات دول. بعد كده قارات جديدة، دول مش علينا خالص السنة دي، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، واستراليا. أدي ال7 قارات. فاحنا خدنا الترم اللي فات في أولى إعدادي قارة أفريقيا، السنة دي هناخد قارة آسيا وأوروبا. طيب أنت بتقول لي آسيا أكبر قارة في العالم، ناخد معلومة صغيرة كده بالراحة. مساحة آسيا 44.2 مليون كيلومتر مربع، 44.2 مليون كيلومتر مربع. ايه ده يا مستر؟ دي كبيرة قوي. دي 30% من مساحة العالم، يعني قارة آسيا لوحدها 30% من الكرة الأرضية، من اليابس اللي على وجه الأرض. طيب القارة اللي بعديها اللي هندرسها قارة أوروبا. قارة أوروبا رقم 6 في المساحة، ومساحتها 10.5 مليون كيلومتر مربع، 10.5 مليون كيلومتر مربع، وهي رقم 6 في المساحة. هندرس بعد كده الموقع الفلكي والموقع الجغرافي لقارة آسيا وأوروبا وروسيا. هنتكلم عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي لقارة آسيا، ونبدأ بالموقع الجغرافي. يعني ايه موقع جغرافي؟ في الترم الأول في أولى إعدادي خدناه، كان بيقول لك الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للماء واليابس، يعني الأماكن المجاورة. تعريف مش علينا السنة دي، بس أنا عايز أعرف يعني ايه موقع جغرافي، يعني جيران قارة آسيا. ولما اشتغل على الموقع الجغرافي أو لما اشتغل جغرافيا لازم أبقى حافظ الاتجاهات، شمال، جنوب، شرق، غرب. هيجي يقول لك يحد آسيا من الشمال، فتقوم انت عامل الاتجاهات بتاعتنا واقول له ده مستر اسمه الشمال، فلما حضرتك طلعت في الشمال
بصيت لقيت ميه اسمها المحيط القطبي الشمالي، يبقى اسيا في شمالها المحيط القطبي الشمالي. طب ده اسمه شمال، ده اسمه جنوب. حضرتك نزلت في اتجاه الجنوب لقيت محيط اسمه المحيط الهندي، يبقى في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب المحيط الهندي. ده اتجاه ايه؟ صح، الشرق. في اتجاه الشرق لما حضرتك مشيت على اتجاه الشرق لقيت محيط اسمه المحيط الهادي. ما شاء الله بقيتوا بتسبقوني اهو. تمام، يبقى في الشرق المحيط الهادي. نخش بقى على الغرب. في غرب اسيا عندنا حدود مائيه وحدود بريه. حدود مائيه وحدود بريه يعني ايه؟ يعني لو حضرتك مشيت في اتجاه الغرب هتلاقي 3 انواع من الميه. هتلاقي ميه اسمها البحر الاسود، هتلاقي في الغرب البحر المتوسط، هتلاقي في الغرب البحر الاحمر. يبقى في الغرب حدود مائيه اللي هي بحر اسود، بحر احمر، بحر متوسط. البحر الاحمر اسمه احمر، الميه هي، والبحر الاسود اسمه اسود، هي. دي حاجات اسامي، يعني البحر الاحمر اساميه مسمينه كده عشان فيه شعاب مرجانيه. البحر الاسود عشان حواليه جبال وساعات بيدي لون ضلمه بالليل فبيدي اسود، دي مسميات. والبحر المتوسط مش متوسط ولا حاجه، هو اسمه البحر الابيض المتوسط لان هو يتوسط 3 قارات، فدي مش علينا يعني، بس دي مسميات. فعندنا 3 بحار افتكرهم بعلم مصر: بحر اسود، بحر احمر، بحر متوسط. دول الحدود المائيه. طيب احنا كل ده بنتكلم في اتجاه ايه؟ شاطره، الغرب. طيب في حدود بريه؟ الحدود البريه اهي بين قاره اسيا واوروبا. وفي جبل هنا مشهور جدا اسمه جبال اورال، ده بيفصل قاره اسيا عن قاره اوروبا، ودي حدود بريه. يعني حضرتك لو في اسيا وعايز تروح قاره اوروبا هتمشي في الاتجاه ده، دي حدود بريه. دي الحدود بتاعت قاره اسيا. تاني كده بقى، قاره اسيا لوحدها قلنا شمالها المحيط القطبي الشمالي، في الشرق المحيط الهادي، في الجنوب المحيط الهندي، يبقى حواليها 3 محيطات. وفي الغرب اتكلمنا عن حدود مائية وحدود برية. هنتكلم بقى آسيا تقترب من القارات اللي حواليها عن طريق ايه؟ قال لي دي قارة آسيا، وهنا طبعا زي ما انتم عارفين قارة أفريقيا. في هنا مضيق اسمه مضيق باب المندب، يبقى تقترب آسيا بقارة أفريقيا عن طريق مضيق باب المندب. طيب حضرتك في هنا قارة أوروبا وهنا آسيا. في بقى هنا مضيقين، واحد اسمه البسفور والدردنيل. البسفور والدردنيل، يبقى أوروبا تقترب من آسيا عن طريق مضيق البسفور والدردنيل. آسيا تقترب من أفريقيا عن طريق باب المندب. من خلال الخريطة عايزين نشوف قارة آسيا تقترب من القارات اللي حواليها فين. قال لي قارة آسيا أهي، وادي قارة أفريقيا. أقرب حتة بين آسيا وأفريقيا حافظينها شطار من أولى إعدادي، مضيق اسمه مضيق باب المندب. يبقى تقترب قارة آسيا بقارة أفريقيا عن طريق مضيق باب المندب. طيب قارة آسيا وقارة أوروبا بيقربوا من بعض عند مضيقين، واحد اسمه البسفور والتاني اسمه الدردنيل. البسفور والدردنيل. يبقى تقترب قارة آسيا من قارة أوروبا عن طريق مضيق البسفور والدردنيل. البسفور والدردنيل. طيب دي بقى ممكن تبقى صعبة عليك شوية أو مش هتفهمها بسهولة، وهنقولها إن شاء الله بالراحة كده وهتبقى جميلة. تقترب قارة آسيا من قارة أمريكا الشمالية. إيه ده يا مستر؟ آسيا قريبة من أمريكا الشمالية؟ أيوة قريبة أوي أوي أوي. المضيق ده اسمه مضيق بيرنج. مضيق بيرنج اللي هو ده. إزاي يا مستر؟ يعني بين الحتة دي والحتة دي مسافة صغيرة أوي؟ أوي أوي أوي. إزاي؟ حضرتك يا مستر هي الكرة الأرضية مفرودة كده ولا مدورة؟ اي ده مدورة. طب حضرتك ادي قارة افريقيا اهي، انت شايفها؟ لا.
طب ادي المحيط اهو، انا شايفه؟ لا. طب هرسمها لكم ازاي والنبي؟ هشرحها لكم ازاي. تيجي نعمل الكره الارضيه، نرسم هنا نص ونروح ورا السبوره نكمل؟ ما ينفعش. تضحكي؟ ما ينفعش. طب هنعمل ايه؟ علماء الجغرافيا قالوا هنجيب حاجه زي الكره الارضيه لعبه كده، ونقوم شقنا نصين ونقوم فردنا بالمنظر ده. يعني لو حضرتك مسكت الحته دي والحته دي وضمتهم على بعض كده هتلاقيهم قريبين من بعض قوي. يعني لو جبت دي وجبت دي ولفتهم كده على بعض هلاقيهم قريبين قوي، وهلاقي مضيق اسمه مضيق بيرنج. يبقى تقترب قاره اسيا من امريكا الشماليه في الحته الضيقه دي اللي اسمها بيرنج. طبعا احنا مش عندنا الجزئيه دي في الخريطه، فهنخلي مضيق بيرنج في المنطقه دي. يبقى ده اسمه مضيق بيرنج، بيخلي اسيا قريبه قوي 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 من امريكا الشماليه. طيب تقترب قاره اسيا من استراليا عند بحر اسمه بحر تيمور، وبنقول عليه بحر، في ناس بيقول عليه بحر تيمور، اقراها زي ما انت عايزها. بحر تيمور ده بحر بيقرب قاره اسيا من استراليا. الموقع الجغرافي نعيدها بسرعه قوي قوي. الموقع الجغرافي لقاره افريقيا شمالها المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب المحيط الهندي، في الشرق المحيط الهادي، في الغرب عندنا حدود مائيه، حدود بريه. الحدود المائيه 3 شطار: بحر متوسط، بحر احمر، البحر الاسود. الحدود: بحر اسود، البحر الاحمر، والبحر المتوسط. عندنا حدود بريه اللي هي جبال اورال اللي بتفصل بين اسيا وقاره اوروبا. تقترب اسيا من قاره افريقيا هنا عند مضيق باب المندب. تقترب قاره اوروبا من قاره اسيا عند مضيقين، واحد اسمه البسفور والدردنيل، البسفور والدردنيل. تقترب قاره امريكا الشماليه من قاره اسيا هنا عند مضيق بيرنج، دي امريكا الشماليه. تمام؟ تقترب قاره اسيا من قاره استراليا هنا عند بحر تيمور، وادي قاره استراليا. تمام؟ ده بالنسبه للموقع الجغرافي. هنتكلم عن الموقع الفلكي. يعني ايه موقع فلكي؟ الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه؟ يعني علماء الجغرافيا جابوا كره ارضيه لعبه زي دي ومسكوا قلم وقعد يقول لك خط 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 زي خط جرينتش كده، وسموها خطوط الطول. ومسكوا قلم وقعدوا يعملوا دواير 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 وسموها دوائر العرض، وسموا الكلام ده الموقع الفلكي. يبقى الموقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. احنا مش هنحفظ الكلام ده ولا هنحفظ موقعها الفلكي، احنا بس نبقى عارفين يعني ايه موقع فلكي، وهناخد الارقام بتاعه الموقع الفلكي. هنرسم براحه كده قاره اسيا. عايزين نعرف الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. اتكلمنا عن الموقع الجغرافي، هنتكلم عن الموقع الفلكي. حضرتك في هنا دائرة اسمها دائرة عرض الاستواء، وفي هنا جزر اسمها جزر اندونيسيا. طبعا الجزر دي تبع قارة اسيا. فقارة اسيا ده خط الاستواء او دائرة الاستواء، هي بتفصل الكرة الارضية نصين. فقارة اسيا معظمها في اتجاه الشمال، جزء بسيط جدا في اتجاه الجنوب اللي هي جزر اندونيسيا. يبقى قارة آسيا أغلبها معظمها في الشمال، جزء صغير جدا موجود في الجنوب اللي هي جزر أندونيسيا. ده بالنسبة للموقع الفلكي. فبيقول لك مثلا دوائر العرض من 10 جنوبا ل 81 شمالا. طيب الرقم ده مش حفظ، بس هفهمه لك يعني ايه. خط الاستواء العلماء سموه 0، وقعدوا يرسموا بقى دوائر تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. فآخر خط هو رقم 10، آخر حتة تبع قارة آسيا هو 10 جنوبا. ونشوف فوق، يا مستر فوق مش معقولة 10 خطوط، دول كتار قوي، 1 2 3 4 5 6. آخر خط خالص لقيناه رقم 81. فقلنا قارة آسيا بتبدأ من 10 لغاية 81، من 10 في الجنوب لغاية 81 في الشمال. الأرقام دي مش حفظ. طيب تعد قارة آسيا هي أكبر قارة في العالم من حيث الامتداد الجغرافي، لان هي بتعدي على دوائر عرض كتير قوي 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 قوي. فاكبر قاره من حيث الموقع الفلكي. طبعا الدوائر الرئيسيه اللي عليها هنرسمها ونخليها مثلا بالخط الموف. عندنا اهم دائره الاستواء. عندنا حاجه خدناها في اولى اعدادي، مدار السرطان.
عندنا دائرة ثالثة اسمها الدائرة القطبية الشمالية. فدول 3 دوائر رئيسية لدوائر العرض، اللي هو دائرة القطبية الشمالية. دي دوائر العرض لقارة آسيا. أهمية موقع قارة آسيا، عندي 3 أهمية لموقع قارة آسيا. عندي أهمية استراتيجية، عندي أهمية اقتصادية يعني فلوس، عندي أهمية حضارية ودينية. أهمية قارة آسيا استراتيجية يعني موقعها المتميز وبتتحكم في ممرات ايه. أهميتها تطل قارة آسيا على مسطحات مائية مهمة، اللي احنا قلنا عليه البحر المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط القطبي الشمالي والبحار زي الأسود والمتوسط والبحر الأحمر. دي بتطل على مسطحات مائية يعني المية، وبتطل على ممرات هامة جدا زي مضيق باب المندب. باب المندب دوت اللي بيدخلك على البحر الأحمر، ومضيق هرمز. مضيق هرمز دوت لما رسمناه بسرعة كده قارة آسيا، ده مضيق هرمز. مضيق هرمز ده بيتحكم في الخليج العربي، ده مضيق مهم جدا، فهي بتشرف على ممرات هامة مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. يبقى لأنها تطل على مسطحات مائية وتشرف على ممرات مهمة مثل باب المندب ومضيق هرمز. نخش على الأهمية الاقتصادية. الفلوس طبعا في قارة آسيا كبيرة جدا، فزمان كانت في العصور القديمة في طريق اسمه طريق الحرير وطريق التوابل. ايه هو طريق الحرير وطريق التوابل؟ قارة آسيا لو كملناها كده بالراحة وقلنا ادي قارة افريقيا، وادي البحر المتوسط، وادي قارة اوروبا. هنا كده من الصين والهند كان في طريق بري بيوصل لغاية قارة اوروبا، ده اسمه طريق الحرير وطريق التوابل. ده كان طريق مهم جدا جدا في العصور القديمة. فقارة اوروبا، قارة آسيا بتتحكم على طريق اسمه طريق الحرير وطريق التوابل. طيب رقم 2 موقعها الفلكي الكبير، واحنا قلنا ان قارة آسيا موقعها فلكي كبير جدا، بقى عندها مناخ متعدد، عندها اكتر من مناخ. ده طبعا ادى لتنوع النبات الطبيعي وتنوع الحيوانات وتنوع المحاصيل الزراعية. لما حضرتك بيبقى عندك اكتر من مناخ، فوق في شمال آسيا تلج، في الوسط مناخ حار، مناخ جبلي، عندهم مناخ بحر متوسط، عندهم مناخ صيني، عندهم كذا مناخ كذا جو، فعندهم كذا تنوع. في نباتات بتحب امطار، في نباتات ما بتحبش امطار، في حيوانات بتعيش في التلج، في حيوانات بتعيش في الصحراء. فعندهم بسبب التنوع الجغرافي ادى لتنوع الحياه النباتيه وتنوع الحيوانات وتنوع النبات الطبيعي والمحاصيل الزراعيه. هنتكلم بقى عن الاهميه الحضاريه والدينيه. قاره اسيا قامت بيها حضارات كبيرة جدا قديمة وعظيمة. وهنتكلم عن حضارة الرافدين، من أعظم الحضارات طبعا زي هذا الحضارة المصرية القديمة حضارة بلاد الرافدين. الرافدين اللي هي العراق، عندهم حضارة قديمة كبيرة جدا، هناخدها إن شاء الله بالتفصيل قدام شوية. حضارة بلاد الرافدين. وعندنا حضارة فينيقيا. فينيقيا اللي هي فلسطين سوريا ولبنان بلاد الشام، حضارة فينيقيا. وعندهم حضارة الصين، وعندهم حضارة الهند، وعندهم الحضارة الإسلامية. طيب ممكن نشوفهم كده على الخريطة بالراحة. حضارة الصين في دولة الصين، حضارة الهند، الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، حضارة بلاد الرافدين في العراق عند نهر دجلة والفرات، حضارة فينيقيا عند بلاد الشام. فعندهم حضارات قديمة. وقارة آسيا هي مهد للأديان السماوية، نزل فيها الأديان السماوية، ففيها أماكن مقدسة طبعا احنا عارفينها، هناخدها بعد كده بالتفصيل. خلصنا آسيا، ندخل على أوروبا ونتكلم عن الموقع الجغرافي لقارة أوروبا. وطبعا زي ما احنا عارفين لازم نرسم الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب، ونشوف اتجاه الشمال في قارة أوروبا لقيته شطار المحيط القطبي الشمالي. طب لو نزلنا في اتجاه الجنوب هنلاقي البحر المتوسط وقارة أفريقيا. لو اتجهنا لاتجاه طبعا هنلاقي البحر المتوسط كمان والبحر الاسود، يعني في الجنوب البحر الاسود والبحر المتوسط. البحر المتوسط ده بيفصل اوروبا عن قاره افريقيا. لو اتجهنا في اتجاه الشرق هنلاقي قاره اسيا. لو اتجهنا في اتجاه الغرب هنلاقي المحيط الاطلنطي. طيب اقرب حته من قاره اوروبا لقاره افريقيا الحته دي اسمها مضيق جبل طارق.
دي اقرب حته من قاره اوروبا، يبقى تقترب قاره اوروبا من قاره افريقيا عن طريق مضيق جبل طارق. وكده خدنا الموقع الجغرافي لقاره اوروبا. نخش على الموقع الفلكي. هنتكلم عن الموقع الفلكي لقاره اوروبا. الارقام ما تحفظوهاش، بس احنا عايزين نعرف ان ده خط الاستواء، دائره عرض الاستواء، يعني قاره اوروبا كلها في اتجاه الشمال. عايزين نعرف ان ده خط جرينتش، يعني معظم اغلب قاره اوروبا في اتجاه صح الشرق. ما شاء الله عليكم. طيب عايزين نعرف حاجه تانية عن اوروبا. ده اقرب حته من قاره اوروبا لقاره افريقيا الجزئيه دي، ودي اسمها مضيق جبل طارق. يبقى اقرب حته بين قاره اوروبا وقاره افريقيا تقترب قاره اوروبا من قاره افريقيا عند مضيق جبل طارق. بيعدي عليها دائره عرض رئيسيه اللي هي الدائره القطبيه الشماليه. ده دائره عرض الاساسيه اللي بتعدي عليها الدائره القطبيه الشماليه، وبيعدي عليها في الغرب طبعا خط جرينتش. نخش على جزئيه تانية. هنتكلم عن أهمية موقع قارة أوروبا، وهنتكلم عن الأهمية الاستراتيجية لقارة أوروبا، الأهمية الاقتصادية لقارة أوروبا، الأهمية الحضارية لقارة أوروبا. ونتكلم عن الأهمية الاستراتيجية. قلنا أن أوروبا تطل على مسطحات مائية، مسطحات مائية زي المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط والبحر الأسود والمحيط القطبي الشمالي، هي دي اسمها المسطحات المائية. وبتشرف على ممرات مهمة زي مضيق جبل طارق ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل. الأهمية الاقتصادية، طبعا موقعها الجغرافي لان هي ساكنه في منطقه كويسه بالنسبه للعالم، ساعدها على التواصل مع الدول والقارات اللي حواليها. بالنسبه لموقعها الفلكي ساعدها على تنوع المناخ. نخش على الاهميه الحضاريه. طبعا زمان في العصور القديمه قامت في قاره اوروبا حضارتين كبار جدا، حضاره اليونان اللي احنا بنسميها الاغريق، وحضاره الروم اللي احنا بنسميهم الرومان. طب حاليا قامت في اوروبا حضاره اللي احنا بنقول اوروبا متحضره حاليا، اللي هي الحضاره الغربيه الحديثه. يقول لك اوروبا الغرب متقدم او الغرب متحضر، اللي هي اوروبا. قاره اوروبا دلوقتي عندها حضاره اسمها الحضاره الغربيه الحديثه. يبقى عندنا 3 اهميات: اهميه استراتيجيه، اهميه اقتصاديه، اهميه حضاريه. الأهمية الاستراتيجية بتطل على مسطحات مائية وبتشرف على ممرات هامة زي مضيق جبل طارق والبسفور والدردنيل. أهمية اقتصادية موقعها الفلكي وموقعها الجغرافي. حضارية قامت بها حضارات قديمة زي حضارة اليونان والرومان. وموقعها وأهميتها الحضارية الوقت حاليا فيها الحضارة الغربية الحديثة. هنتكلم عن مظاهر السطح في قارة آسيا وقارة أوروبا. مظاهر السطح هنتكلم عن كلمة اسمها تضاريس. كلمة تضاريس بتخض شوية مع الناس، سهلة أوي. كلمة تضاريس تشمل 3 كلمات. تشمل كلمة جبال، تشمل كلمة هضاب، تشمل كلمة سهول. يعني ايه جبل؟ يعني أرض مرتفعة ليها قمة أو عدة قمم طولها أكتر من 1000 متر. الهضبة أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية، ممكن الناس تعيش على الهضاب. السهول يعني أرض، يا إما أرض جنب البحر بقول عليها سهول ساحلية، يا إما أرض زراعية بقول عليها سهول فيضية. في برضه سهول صحراوية بس مش علينا الوقت. فهتكلم عن السهول. السهول يعني يعني أرض، لو أرض جنب نهر وجنبيها طينة وجنبيها مية وجنبيها زرع دي اسمها سهول فيضية. أمطار وفي زرع اسمها سهول فيضية. لو عند حضرتك أرض جنب البحر شط البحر دي اسمها سهول ساحلية. يبقى التضاريس عبارة عن جبال، هضاب، سهول. السهول يعني عبارة عن أرض نوعين، يا سهول فيضية يعني أرض زراعية، يا سهول ساحلية يعني أرض جنب البحر. طيب في سؤال هنا يقول لك دلل تتنوع مظاهر السطح في قارتين آسيا وأوروبا. أقول له في قارة آسيا تشغل السلاسل الجبلية، كده دي اسمها سلاسل جبلية، اسمها سلسلة جبلية. تشمل السلاسل الجبلية والهضاب أكتر من نص مساحة قارة آسيا. يعني قارة آسيا نص مساحتها عبارة عن هضاب أو جبال. طيب بالنسبة لقارة أوروبا يتكون الجزء الشمالي، يعني قارة أوروبا فوق شمال أوروبا من سهول منبسطة يعني مفرودة حلوة كده، ودي اسمها السهل الأوروبي العظيم. تمام؟ طبعا فيها بعض التلال. يعني ايه كلمة تل؟ تل يعني جبل صغير أقل من 1000 متر، يعني ابن الجبل أو جبل لسه ما كبرش، جبل صغنطوط، فبسميه تل. أو هضاب قليلة الارتفاع، هضاب واطية شوية وفيها
موجود بقى في الجزء الجنوبي لقارة أوروبا، موجود بقى في الجزء الجنوبي لقارة أوروبا سلسلة جبلية كبيرة اسمها سلسلة جبال الألب. آدي قارة آسيا عندها جبال كتيرة وعندها هضاب كتيرة. بالنسبة لقارة أوروبا فوق في الشمال سهول، السهول دي منبسطة، سهول حلوة فيها جبال قليلة قوي، تلال صغيرة وفيها هضاب. لكن في جنوب قارة أوروبا في سلسلة جبلية اسمها سلسلة جبال الألب، دي أكبر جبال في قارة أوروبا. هنخش على جبال قارة آسيا وجبال قارة أوروبا. في قارة آسيا دي أكبر جبال في العالم على فكرة، جبال الهيمالايا. جبال الهيمالايا دي جبال شاهقة مرتفعة جدا جدا جدا، وفيها أعلى قمة، يعني الجبل عامل كده، دي اسمها جبال الهيمالايا، وفيها أعلى قمة دي اسمها قمة الجبل. دي أعلى قمة اسمها قمة إيفرست. قمة إيفرست طولها 8 نسيت لخبطت. نعيد. بتتكلم عن جبل إيفرست؟ 8 4 8. قلت 4 4 8 8. قمة إيفرست دي قمة في جبال الهيمالايا. قمة إيفرست دي أعلى قمة وطولها 8848 متر، ودي أعلى قمة في العالم. نخش على جبال قارة أوروبا. في جنوب أوروبا في سلسلة اسمها سلسلة جبال الألب. سلسلة جبال الألب فيها قمة عالية اسمها قمة مون بلان. قمة مون بلان دي أعلى قمة في قارة أوروبا. جبال الألب غيروا اسمها، سموها كذا مرة، يعني عند أسبانيا وفرنسا كده سموها باسم البرانس، أطلقوا عليها البرانس. في منطقة البلقان دي اسمها شبه جزيرة البلقان في قارة أوروبا، اللي هي ناحية دولة اليونان ودول البلقان. في جبل الألب برضو غيروا اسمه وسموه جبال الألب الدينارية في منطقة البلقان أو في شبه جزيرة البلقان. يبقى الجبال اللي في قارة آسيا أهم جبال طبعا وأكبر جبال في العالم هي جبال الهيمالايا، وفيها قمة إيفرست أعلى قمة في العالم. بالنسبة لأوروبا عندهم سلسلة جبال الألب موجودة في جنوب قارة أوروبا، وفيها قمة عالية أعلى قمة في العالم طولها 4800 متر. نبدأ بقى بجزء تاني كده النهاردة وهو الهضاب. هنتكلم عن هضاب قارة آسيا. آسيا فيها هضاب كتيرة، وأشهر الهضاب هضبة في وسط آسيا اسمها هضبة التبت. هضبة التبت أو ممكن نقول عليها التبت. أي واحد بيضايق ماما ومضايق ومزعلها يبص في المراية ويشوف الهضبة دي، هضبة التبت. تمام. في برضه في الجنوب في دولة الهند كده هضبة اسمها هضبة الدكن. في الغرب هضبة اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية، اللي احنا بنقول عليها هضبة شبه الجزيرة العربية اللي هو دول الخليج. في هضبة هنا ثالثة اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية. يبقى عندنا هضبة التبت في الوسط، في الجنوب هضبة الدكن، في الغرب هضبة شبه الجزيرة العربية. في أوروبا فيه هضاب صغيرة كتيرة، لكن أهم هضبة عندنا اسمها هضبة الميزيتا. هضبة الميزيتا موجودة في دولة أسبانيا، دي أهم هضبة موجودة وتشغل معظم دولة أسبانيا. ده بالنسبة للهضاب. نخش بقى على السهول في قارة آسيا وقارة أوروبا. هنتكلم عن السهول الفيضية في قارة آسيا وفي قارة أوروبا. وعندنا في الشمال في قارة آسيا سهول فيضية يعني أرض زراعية. سهول كبيرة اسمها سهول سيبيريا، فيها 3 أنهار، نهر اسمه أوب، نهر اسمه يانسي، نهر اسمه لينا. أوب ويانسي ولينا، أوب ويانسي ولينا. دي أكبر سهول فيضية في قارة آسيا، وفيها 3 أنهار، نهر اسمه نهر أوب، نهر اسمه يانسي، نهر اسمه لينا. وال3 أنهار دول بيتجمدوا في فصل الشتاء، في الشتاء بيتلجوا كلهم. طب عندنا في الجنوب سهل اسمه سهول نهر السند. السند دي اللي هي النهارده اسمها دولة باكستان على فكرة، زمان في دولة اسمها السند وفيها نهر اللي هي دولة باكستان. ده سهول في الجنوب اسمها نهر السند. طيب بالنسبة للشرق عندنا 2 من السهول. عندنا سهول على اسم نهر اسمه على اسمك كده بالظبط، ايوه اسمه نهر أمور او أمور. نهر أمور نسميه أمور، افتكرها بنفسك. تمام. نهر أمور دوت في سهول منشوريا. وفي الصين نهر ده أطول أنهار قارة آسيا،
وثالث نهر في العالم اسمه نهر اليانجيتسي او الياناجيتسي. نهر اليانجيتسي دوت اكبر نهر او اطول نهر في قاره اسيا، ودي في سهول الصين. تمام. في سهول تاني عند نهر دجله والفرات في دوله العراق، دي سهول في منطقه الغرب، سهول نهر دجله والفرات في العراق. هنتكلم بقى عن قاره اوروبا، واوروبا فيها سهل يعني ارض زراعيه اسمه السهل الاوروبي العظيم، ودي اكبر سهول فيضيه في قاره اوروبا، السهل الاوروبي العظيم. وفيها انهار زي نهر الفوليجا اطول انهار اوروبا. وعندنا نهر كمان اسمه نهر الدانوب، لا مش الجنوب، نهر الدانوب، نهر الدانوب في قاره اوروبا. دي بالنسبه للسهول الفيضيه اللي في قاره اسيا والسهول الفيضيه اللي في قاره اوروبا. اخر جزئيه معانا هنتكلم عن السهول الساحليه في قاره اسيا. طبعا اسيا في المرتبه الاولى في العالم من حيث طول السواحل، واحنا اتكلمنا عن مساحتها والمحيطات اللي حواليها، فهي تاتي في المرتبه الاولى من حيث اتساع السواحل، واقول له ذلك بسبب اتساع مساحتها وكثره الخلجان والازرع المائيه. تختلف طبعا اتساع السهول الساحليه في قاره اسيا، اقول له بسبب اقتراب الجبال والهضاب. لما الجبل يكون قريب من البحر السهول بتبقى ضيقه، لما الجبل يكون بعيد عن البحر الارض بتبقى واسعه، تخرج من الميه تلاقي مسافه كبيره، لكن لما تخرج تلاقي جبل تبقى السهول ضيقه. فاقول له تبعا لاقتراب المرتفعات والمسطحات المائيه. طبعا يوجد بالقرب من سواحل قاره اسيا عدد كبير من الجزر زي جزيره سريلانكا. جزيره سريلانكا دي جنب دوله الهند، هي في جنوب دوله الهند. وفي طبعا مجموعه من الجزر تسمى الارخبيل. الارخبيل دي عباره عن، هوريكم صورتها في دقيقه بالظبط، هوريكم يعني ايه ارخبيل. زي عندنا ارخبيل اليابان وارخبيل اندونيسيا. طيب السهول الساحليه في قاره اوروبا طبعا تختلف من مكان لاخر. تتميز قاره اوروبا بحاجه اسمها تعرج السواحل. تلاقي قاره اوروبا يعني مثلا ساحل قاره افريقيا في ابتدائي كنت في اولى اعدادي كنت برسمه لك كده، تلاقي الساحل مفرود شويه، لا قاره اوروبا تلاقي الساحل عامل كده، ده اسمه تعرج السواحل. ما النتائج المترتبه على تعرج السواحل؟ اقول له ساعدت على قيام الموانئ الطبيعيه، يبقى موانئ طبيعيه بسبب تعرج السواحل. طبعا في تهديدات بتقابل سواحل قاره اسيا وقاره اوروبا زي التغير المناخي اللي احنا بنسميه الاحتباس الحراري، اللي هي درجه الحراره عندنا والامطار، التغير المناخي. رقم 2 التلوث بسبب الانسان، طبعا اغلب التلوث بسبب الانسان وعوادم السيارات والكلام ده كله. رقم 3 الاستغلال المفرط، استغلال التربه واستغلال المعادن. الاستغلال المفرط للسواحل بيؤدي الى تهديدات في قاره اسيا. وبكده نبقى خلصنا، بس هوريك يعني ايه صور الارخبيل. في كلمه سمعناها اللي هي الارخبيل وما كناش فاهمين معناها. كلمه ارخبيل هي مجموعه من الجزر، ممكن تبقى مئات او الاف الجزر، جزر جنب بعض، جزر كتيره اسميها، احطهم جنب بعض كده بلاقيهم جنب بعض فبسميهم الارخبيل. يبقى الارخبيل مجموعه جنب من الجزر قريبه من بعض عاملين شكل زي كده فبسميه الارخبيل، زي جزر اليابان وجزر اندونيسيا، وممكن نزود من عندنا جزر الفلبين. كده طلابي حبايبي طلبة تانية اعدادي نكون خلصنا المحاضرة الأولى، إن شاء الله في واجب هناخده هنحله مع بعضينا بإذن الله. نتقابل المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.